ورحمة الله وبركاته. معاكم آلاء هشام، مدربة تنمية بشرية واستشارية علاقات أسرية. نكمل برنامجنا، احنا معاكم للمغتربين، وحلقتنا النهاردة عنوانها هدفك من الغربة ومدة الغربة. دلوقتي احنا معظم جيلنا او معظم الاجيال اللي السابقة اللي بيتغرب بيبقى مثلا محدد ان هو رايح مثلا يكون نفسه ويكون حالته الماديه تبقى كويسه، فاتح بيت فراح يصرف على بيته عشان يوفر له حياه الماديه حياه كريمه، او معنى صح الحاله الماديه تبقى متيسره. تمام. هل احنا مثلا قعدنا كده، قعدت انت وشريكة حياتك وقلت لها احنا هدفنا ايه من الغربه؟ هتقول احنا هدفنا الفلوس. جميل. طب احنا ايه اهدافك تانية من الغربة؟ يعني هو الفلوس هو الهدف الوحيد؟ تمام، اللي هو الفلوس هو الهدف الوحيد. طب هل انت حددت مدة الغربة؟ هتقولي صعب قوي دي يا دكتورة انا احدد مدة الغربة. ما هو مش ينفع انا اكون حاطط هدف ومش حاطط الوقت الزمني ليه. ايه اللي هيحصل لو انا عملت كده؟ هتلاقي حياتك كلها في فوضى، هتلاقي حضرتك مضيع وقت كتير، والسنوات عمال تجري من عمرك وعمر عيالك وعمر زوجتك وانت مش مقضيها معاهم، وهتلاقي الموضوع بيجري، وهتلاقي عيالك بيكبروا قدام عينك وانت لسه في الغربة، وهتلاقي السنين عمالة تجري وكل واحد عمال يطلب طلب وانت تلبيه ومش عايز تقول لحد لا، وفي نفس الوقت انت عودتهم على مبلغ مالي معين يمشوا بيه حياتهم، فمضطر انك لو نزلت مثلا يبقى المبلغ ده يقل، وهكذا. مدة الغربة مشكلة كبيرة جدا الكل بيتغافل عنها، ومشكلة كبيرة جدا كمان ان معظم الرجالة مش واخدين بالهم منها، ان هو بمجرد السفر خلاص الله انا سافرت والحمد لله ان انا سافرت وطلعت من البلد دي وهبدأ اكون نفسي. طب انت مدة الغربة دي ايه؟ هل انت هتفضل عايش بره طول عمرك؟ خلاص يبقى انت وفر، لو انت هتعمل كده فعلا وهتعيش بره طول عمرك يبقى انت توفر حياه كريمه هناك لاسرتك، انك تجيبهم هناك. ما ينفعش انك عايش طول حياتك في الغربه وان انت بعيد عن اسرتك. عايز تعيش طول حياتك في الغربه يبقى توفر مكان لاسرتك هناك معاك. طب في ناس هتقولي احنا مش عندنا امكانيات ماديه ان احنا نجيب اسرنا معانا، يبقى حضرتك تنزل زيارات على طول بشكل مستمر. والله شغلي مش بيسمح، لا خليه يسمح. فكره انك تقطع علاقتك بأسرتك لمدة سنة كاملة، انك ما تشوف زوجتك، مش تشوف زوجتك لمدة سنة كاملة، ان ما فيش اي ارتباط غير بالتليفونات سنة كاملة، فده صعب. وده كده انت بتهدم أسرة ما بتبنيش. يعني الفلوس نفسها مش كل حاجة. عملت ايه الفلوس لما خلت اب يسافر ويسيب عياله؟ ابنه بقى مدمن، ابنه بقى بيعمل كذا، بنته بقت كذا، بنته بقت كذا، والام مش مسيطره. اول ما العيال بتكبر بيعوزوا تربيه اكتر، بيعوزوا رقابه اكتر، بيعوزوا حاجات كتير اكتر. فحضرتك مش واخد بالك من الحاجات دي كلها، بمجرد انك البنك المتنقل لحضراتهم، فده كده انت يعني بتقنع نفسك انك كده كده قايم بواجبك. فكرة ان الواحد يحدد زمن غربته، حضرتك مطالب انك تحدد زمن غربتك. ازاي؟ ان انا اكتب بالورقة والقلم انا عايز ايه او محتاج ايه علشان اوفر مبلغ معين انزل افتح بيه مشروع، او اشوف شغلة، او اشوف حاجة معينة انزل اشتغلها في بلدي تجيب لي دخل بالفلوس دي. يبقى انا لازم اكون محدد لحياتي ومخطط ليها. ما ينفعش اسيبها كده، ما ينفعش اسيبها زي ما بقول ايه، عشوائيه، يلا نسيبها على الله. نسيبها على الله دي في معنى ليها اتنين، في معنى التوكل والتواكل. التوكل ان انا باخد بالاسباب وبنظم هدفي، بحط خطتي، بحط المده الزمنيه، بحط اللي انا عايزه وببدا اتوكل على الله. فكره التواكل بقى ان انا مش بعمل اي حاجه خالص غير ان انا سايبها على الله. طب ايه فين الاخذ بالاسباب؟ طب انت عملت ايه؟ لا انا سايبها بقى ان شاء الله لغايه لما ربنا يفتحها علينا كده والبلد يتصلح حالها وبعدين ابقى انزل. ازاي؟ ازاي؟ حضرتك مكون اسره علشان تبني اسره، مش علشان تسيبهم وتقعد في الغربه. هتقولي المعيشه صعبه يا دكتوره واحنا مش عارفين نعيش في البلد دي ومش عارفه ايه. معلش، لما تعيش على عيش وملح ولا تعيش على حاجه متوسطه خاصه بيك انت واسرتك، بس تبقى في وسطهم بتربي عيالك صح على المبادئ والقيم اللي اساسا اتمحت من جيل بالكامل. ان تعالى نشوف الشوارع مليانه عامله ازاي، سواء بنات او اولاد. تعالى شوفوا كده، الابهات كلها مشغوله بالفلوس والامهات كلها مشغوله بالطبيخ والاكل واللبس وي، وناسين اساسا ان اهم حاجه في جيلهم، سايبين ولادهم للنت، سايبين ولادهم للكمبيوتر، سايبين ولادهم لكده بدون قيم بدون مبادئ، مفيش حد بربي، فبيطلع جيل اساسا ما يعلم بالله ربنا. فانا كأب وكأم المفروض ان انا هتغرب يبقى احدد مدة لغربتي علشان عيالك وعلشان اسرتك ما يدفعوش حق المدة اللي انت سايبهم فيها دي. وتأكد 100%، تأكد 100% ان دورك انت كأب، لو انت اتخليت عنه وانت في غربتك ومش مارسته حتى وانت في غربتك، لما تنزل مش هتعرف تمارسه، هيكون الموضوع فلت
من تحت ايدك وسيطرتك عليه فلتت. عشان كده انا قلت في الفيديو اللي فات يا جماعه الله يكرمكم الله يكرمكم الله يكرمكم، لازم تكلم عيالك على الاقل يوم في الاسبوع فيديو، وتتكلم وتتواصل معاهم ويحكوا لك مشاكلهم، وتبقى معاهم وتبقى ارشاد وتبقى توجيه حتى وانت في الغربه. غير كده عيالك هيفلتوا من تحت ايدك، حتى لو مامتهم شديده فهتيجي في يوم وتقول لك انا مش قادره عليهم. لازم تبقى موجود. يبقى انا الفيديو ده باختصار شديد عشان يقول لكم، علشان يوضح ليكم ان احنا لازم يبقى حياتنا ماشيه بخطه زمنيه. عندي هدف قصير المدى، عندي هدف متوسط المدى، عندي هدف طويل المدى. كل واحد فيهم ليه مده زمنيه. قصير المدى ان انا اغطي اسرتي ماديا، اشوف احتياجاتهم ايه بالظبط واغطيها ماديا. هدف متوسط المدى ان انا اخطط لمشروعي القادم، ان انا اعرف اوفر كويس من الفلوس حتى ولو جزء بسيط، اشتغل شغلانه كمان زياده، استثمر الفلوس اللي انا هدبقها ان شاء الله برضو في مكان في الغربه، استثمرها اطلع فلوس زياده. الهدف الطويل ان انا انزل واكون معايا المبلغ اللي انا عايزه. في نفس الوقت اعود اسرتي من وانا في الغربه ان مش كل طلب يطلبوه يبقى مجاب، ان احنا عايزين نمسك على نفسنا، تشيلهم المسؤوليه معاك. امسكوا على نفسكم يا جماعه، علشان انا مش متغرب علشان اقضي سنين عمري بره في الغربه، انا متغرب علشان نبني حياه كريمه لبعد كده. نبني حياه كريمه يبقى احنا لازم نمسك على نفسنا الايام دي، او بمعنى صح الفتره دي، علشان لما انزل نعرف نعيش كويس، ونعرف نعيش فعلا مع بعض وفي حضن بعض، ونربي بعض كويس، وفي نفس الوقت يبقى حياتنا الماديه الى حد ما. انا عارفه ان البلد حالها الى حد ما لا يسر عدو ولا حبيب، عارفه ده كويس، بس مش معنى كده ان احنا نسيبها ونطفش. لو هنسيبها ونطفش احنا الكل يبقى احنا بقى مش البلد هتفضى. لا، انت ممكن تسيبها فتره معينه وترجع لها تاني اقوى، تمارس حياتك الطبيعيه بشكل اقوى. البلد محتاجانا مهما عملت ومهما حصل، ما هي محتاجانا في الاول وفي الاخر. يبقى ما ينفعش نسيبها ونطلع مده كبيره. قدامك فرصة كويسة سافر، بس يبقى المدة قدامك وتعرف فعلا تخطط للمدة دي هتستمرها، او معنى صح هتطلع منها افضل نتائج انت عايزها من خلال المدة دي. ناخد بالنا من دي. كل واحد ناوي يسافر يحط هدف لغربته ويحط مدة لغربته، ومعنى صح يوجه ويبقى مع عياله ومراته بالتفصيل الممل في غربته، مش يبقى مريح راسه وشايل نفسه من المسؤولية والحمد لله بقى الحمد لله انا براءة وهسيب المسؤولية على مراتي. سعيدة جدا ان كنت معاكم، يا رب الرسالة تكون الحلقة دي وصلت لكم، المدة الزمنية وهدف من الغربة. السلام عليكم. انا هشام.